ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا ان شاء الله هنعمل معاكم الفول المدمس، فول الكهرمان ان شاء الله احلى من اللي بتجيبه من بره. بس خليكي معانا للاخر وما تنسوناش في اللايك ما تنسوناش في اللايك والاشتراك. وهنبدا معاكم وهقول انا جبت كيلو فول. هاتي الفوله الحلوه الصغيره ديت، عشان الفوله الصغيره بتبقى احسن من الفوله الكبيره. ليه؟ بتبقى حلوه في الفول المدمس. انا بصراحه لما اعمله في البيت ما بحتاجش ان انا اجيبه من بره. ليه؟ لان انت بتعمليه على نظافه. اي حاجه بتعمليها في البيت بتبقى نظيفه. بس اهم حاجه انك تحطيه في الميه ساعتين. ليه؟ عشان برضو لو في اي حاجه بتطلع في الميه. وكمان عشان في ناس تقولك لازم تحط اي بسله فاصوليا لوبيا لازم تتحط في الميه لما تكون ناشفه. اهم حاجه خليكي معانا للاخر وانت هتاخدي فول. شفت الكهرمان؟ صدقيني بعد كده ما عدتيش هتشتريه من بره خالص. انا معايا الكيلو ده جبته نضفته. واهم حاجه في واحده مخرمه في واحده كده حشيها، اي واحده فيها لطعايه او اي حاجه غريبه شيليها. انا بقى هحطه لمده ساعتين في الميه ديت. بس اهم حاجه شوف لازم تغسليه غسله حلوه كده، ولو لقيتي حاجه على وش الميه حشيها. بس انا منضفاه تنظيفه حلوه. شوفوا عشان لو فيه ترابه ولا فيه حاجه انا هغسله كم مره كده، وبعد كده هسيبه في الميه لمده ساعتين. يعني انا هرمي الميه ديت واسيبه وارجع لكم تاني بعد ساعتين اوريكم هتاخدوا احلى فول. بس خليكم معانا للاخر. احنا سيبناه ساعتين في الميه، غسلته غسله حلوه زي ما انتم شايفين. بعد كده لو عندك فواله اعملي فيها، لو ما عندكيش اعمليها في اي حله عاديه. انا بقى عندي الحله ديت حله الضغط. ده كيلو فول، تحط له طماطمايه مشطه احمر بصلايه، ويتحط 3 معالق عدس زي ما انت شايفه كده. هيتحط كركم عشان يخلوا لونه حلو كده، معلقه صغيره. هيتحط بابريكا. اهم حاجه بقى الميه تكون بتغلي، يعني الميه تكون بتغلي. ليه؟ عشان تبقى حلوه كده لما تكون بتغلي. كده خلاص حطينا 3 معالق عدس، حطيت الكركم، حطيت معلقه بابريكا صغيره، قرن شطه الاحمر، وحطيت بصلايه. لازم الميه تكون بتغلي. بسم الله، عشان الميه ما تبقاش تنشف من عليه. بعد كده اهوت هتقومي هحطها كده زي ما انتم شايفين. بسم الله. اهم حاجه تقفليها كويس كده. كده خلاص هنخلص. هياخد نص ساعه بس في حله الضغط، لان احنا سيبناه ساعتين في الميه. وهرجع اوريكم احلى فول. كده خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا عامل ازاي، استوى قوي. شفتوا لونه زي الكهرمان، احسن لما بتجيبيه من بره. وعارفه انت عاملاه ازاي. بسم الله ما شاء الله عليه. انا هسيبه لما يبرد وهرجع تاني اقوم عاملاه في الخلاط. عاوزه تسيبيه زي في ناس بتحبه كده حب زي ما هو، وفي ناس بتحبه يكون مش حب. انا بقوم جايه بيتشطب كله، بقوم ماسكاه حطاه في الخلاط، واقوم حاطه له شويه ميه من اللي عليه، واقوم فرماه فرمه. وبعد كده لما يبرد خالص اعبيه في اكياس واقوم حاطاه في الفريزر. لما عاوز اقوم مطلعه، بيبقى طعمه احلى ما بتجيبه من بره. شوفوا عامل ازاي ولونه عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.